أعزائي المشاهدين من ديار بنجم من الشرقية تحديدا ومعه دواوينه أتى إلينا في هذه الحلقة معه التجربة الشعرية والتجربة في العمل الأدبي على مستويين مختلفين. سوف نتوقف عند تجربة مؤتمر اليوم الواحد والذي كانت تجربة ثم عممت على نوادي الأدباء في مصر، أيضا مع التجربة الجديدة كان في عيني حلم من خلال ديوان صدر مؤخرا ومجموعة من الإبداعات المختلفة على مستويات الكتابة الإبداعية وحتى على مستوى النص الإبداعي النقدي. أستاذ محمود الديدموني، الشاعر والقص والناقد، أهلا بك، ورئيس نادي أدب الشرقية. أهلا بك. من خلال التجربة الجديدة والأخيرة على مستوى العمل الإبداعي، كيف سارت الرحلة؟ في البداية يعني هي هذا الديوان صدر مؤخرا بعد رحلة طويلة مع النشر. ديوان كان في عيني حلم، هو مودع في هيئة الكتاب من 2004. من 2004 وصدر حديثا. أعتقد أن هذه التجربة تعبر عن مرحلة في كتاباتي الشعرية وأعتز بها كثيرا، وأعتقد أنها لبنة لمرحلة أو لتجربة متكاملة. صوت للشاعر يحملني للبوح وللنزف وللكلمات. هذه كلمات من الديوان. نعم. قصيدة بعنوان صوت للشاعر يحملني للبوح وللنزف وللكلمات، يدفعني للرفض وللرد بعيدا عن قيد أودع في قلبي آهات، فأحاول ما عشت ألملم أوراقي وحروف الساقط منها، والمتطاير والمنعزل بعيدا عن أوردة الفجر. هل كنت تشعر أحيانا الغربة لها عامل كبير في الغربة عند البياتي، الغربة عند أو النفي عند بعض الشعراء، الغربة عند أحمد شوقي، عند نزار قباني؟ لماذا أشعر بالغربة والحنين إلى وطن هو مستلب ولكن يعيش بداخلك؟ هل الحلم هنا هو الوطن؟ بالتأكيد الحلم هو الحبيبة، الوطن، الأم. على كافة الكتابات لا يمكن أن يقف التأويل عند الحبيبة المرأة أو المرأة الوطن، المرأة الشجرة، المرأة الفرس كما يقولون، وهكذا يسير الأمر. الرؤى الكلمة قد تكون واحدة لكنها تنطلق إلى تأويلات كثيرة متعددة. هذا هو الشعر، وأعتقد أن الشعر هو وظيفته أن يطلق تأويلاته لدى المتلقي. فالغربة لا يمكن أن يعيش شاعر أو كاتب أو بمعزل عن هذا الإحساس وهذا الشعور، لأنه كامن. سواء كان لأن الأدب في الأصل يبحث عن قيمة، والقيمة دائما ما تخرج من رحم معاناة، قد تكون هذه المعاناة مع النظر أنه يتجاوز الواقع، لأن المبدع لا يرضى عن المنجز ولا يرضى على الواقع الذي يعيش على أرضه، ولكن دائما كما تقول في أو عنوان الديوان الأول: هكذا يغني البدر. نعم. وينظر إلى البدر كي يغني. تمام. هكذا يلاحظ أن ثمة نزف. هذا هو ديوانك الثاني. هذه رواية. نعم. عفوا، يعني ما بين الرواية وما بين العمل الشعري. نعم. هناك خيوط تربط ما بين التنوع في العمل الأدبي لديك. نعم. في الحقيقة هذه المشاعر أو هذا الإحساس بينطلق من معاناة. هذه المعاناة هي تصوغ نفسها، بمعنى خرجت رواية تخرج رواية، خرجت مجموعة قصصية تخرج كما شاءت، خرجت في شكل قصيدة تخرج في شكل قصيدة. المهم في النهاية أنها نزف داخلي يخرج في صورة كتابة. يبقى هكذا يغني البدر ديوان شعري، ومن الرواية أو حدث نسف في الرواية. نعم. ثم إلى المسرح الشعري. نعم. وقبل أن ندخل المسرح الشعري لابد أن نتذكر معا نصا تختاره من كان في عيني حلم، تختاره من هكذا يغني البدر. ماذا تختار؟ ممكن
ممكن أختار القصيدة الأولى في الديوان، وهي قصيدة أقول فيها: يأتي الخريف مباغتا، أرق أرق، الفجر في سيختنق، يتحشرج الشدو الرخيم مع الصباح، تغادر الأطيار أدواح الفؤاد ونفترق، فالحب في زمني على الأغصان ينتظر الندى، يأتي الخريف مباغتا يستل سيفا للنوى، تساقط الأوراق تضرب بالعنق، أرق أرق، ماذا يفيد المرء لو ملك المدائن والكنوز وفي بقايا النفس أشرعة الغرق؟ ماذا يفيد آلاف آلاف من الآمال أحملها وفي الأعماق مطوية ضبابية؟ ماذا يفيد وفي حنايا الليل دوما أنطلق؟ إلى آخر. التأثر بالكتاب المقدس هنا بالإنجيل، ماذا يفيد الإنسان لو كسب العالم وخسر نفسه، أو معنى هذه الآية في الإنجيل. يعني هذا يعني أمل دنقل كان متأثر بشكل كبير بالقرآن وبالكتاب المقدس والتاريخ. يعتقد أن ثمة بعد آخر يضيفه هذا التأثير والتأثر بشكل عام. فضاءات مختلفة نراها في النصوص المنطلقة والمفتوحة على العالم بشكل مختلف. أستاذ محمود، تجربة اليوم الواحد، مؤتمر اليوم الواحد، فكرتها كانت إزاي؟ يعني في البداية هي كان مهرجان للشعر يعقد كل عام، ونلتقي الشعراء من شتى ربوع مصر، وينتهي الأمر. لا تسجيل لهذا ولا إلقاء للضوء على إبداعات شعرية أو ما إلى ذلك. فكانت الفكرة أن نلقي الضوء على الإبداعات، وخاصة في أقاليم مصر، من جانب النقاد، بمعنى أننا أردنا أن نحدث حركة نقدية في الأقاليم. هذه هي كانت الفكرة، وتطوير لفكرة المؤتمر المهرجان. فكانت عبارة عن ملاليم جمعناها من بعضنا البعض، وأعتقد أن أنا سعدت وحضرت يعني شرفنا بتشريفك لنا في أحد هذه المؤتمرات وآخرها، ورأيت بنفسك كيف يتم التنفيذ وكيف نقوم عليه. وأعتقد أنه وصل إلى سن الرشد. يعني نحن لا، وعممت التجربة. يعني التجربة يعني كانت موجودة في ديار بنجم في الشرقية، نعم. ولكن بدأنا نسمع عنها في أماكن كثيرة. هي الفكرة انطلقت من ديار بنجم. ده كانت الدورة الكام يعني، أو كان المؤتمر رقم كام في اللي عقد مؤخرا؟ يعني 11. 11. تمام. خلينا نخش مرة تانية على المسرح الشعري ومرايا الوهن. نعم. يعني يقال إن المسرح بدأ شعريا، نعم. وسوف يعود شعريا. أكيد. ده صحيح؟ ده يعني أتمنى. أتمنى، لأن المسرح الشعري أعتقد أنه تراجع على سبيل العرض. ولكنه موجود، ولكنه على سبيل الكتابة أو على مستوى الكتابة موجود. فهو موجود، وله يعني صلاح عبد الصبور، أحمد شوقي. نبدأ من أحمد شوقي يعني. وعلي أحمد بكاسير. طبعا. والرحلة ممتدة. وتقدير أنس داوود حاجة زي كده. وأنس داوود، أيوة يعني أتذكر. ومحمد عبد العزيز شنب وفاروق جويدة وأسماء كثيرة جدا، والدكتور حسين علي محمد، وأسماء كثيرة، ومحمد سعد بيومة، حتى لا على سبيل المثال يعني، وليس على سبيل الحصر. المشهد الشعري أو المشهد المسرحي الشعري ممتلئ ولا يجب أن ننسى عبد الرحمن الشرقاوي في الحسين سائرا، والحسين شهيدا، إلى آخره. هذه التجارب الشعرية هي ثرية جدا، وأتمنى أن يعود المسرح الشعري إلى ساحة العرض، لأن المسرح هو في المقام الأول يبحث عن عرض حتى يصل إلى الجمهور، وهو في المقام الأول المعني بالارتقاء بالذوق العام في الشارع.
لأننا من خلال أفكار المسرح التي ظهرت في الستينات وما صاحبها من فكرة السامر والجرن وإلى آخره. الفرجة يعني فكرة بالضبط، الفرجة. الفرجة وهذا يخلق يعني مساحة واسعة لتثقيف المواطن العادي. يعني فكرة الأراجوز وفكرة خيال الظل، ما هي كانت فكرة فكرة استمتاع وفكرة تغيير، يعني حتى لو كانت في بدايتها في مقهى في سور الأزبكية. خلينا نرجع عشان نختار أو نختم الفقرة بنص شعري تختاروا لنا. سأختم بجزء من قصيدة أعتقد أنها يعني تتفق مع الطرح الذي طرحناه في مؤتمر ديار بنجم، وكيف استشرف الأدباء والكتاب للثورة وهم يبحثون عن فكرة الخلاص، والخلاص من الاضطهاد، من القهر، من الجوع، من إلى آخره. فسأقول مقطع من قصيدة رحلة البحث. ما زال سؤال يتموج وسط الإعصار، يبحث في هذا الكون الغارق في النوم العاتي، يبحث عن أطياف نهار. أنياب الخوف تلاحقني تنهش بعضا من بعضي، لن أقدر أن أخرج وحدي، لكني أبحث عن أجنحة يسكنها الريش لأعيش، وأحلق نحو القسم الآخر من هذا العالم. يا هذا العالم أدركني، لملم أشلائي، صب كؤوس الثورة في أعضائي، فتصير لهيبا وتذوب أوردة الثلج، فأغير على موطن رأسي وأغير قانون الغابة. فالسلطان المالك للأمر تحول وحشا، قد زرع الخوف بداخلها، قد أجرى فيها ينبوعا يتجرع منه العامة والسادة. أتساءل، أوليس هناك صقور تحلم بالتحليق تحوم فوق الوطن المثقل بالأتراح، تنثر أنساما وعبيرا تحلم بالأفراح، تعلن في وجه الملك الجامح قولة حق، يستنشق منها سكان الغابة أنسام الحرية. ما كان ليعقل أن نصبح إرثا، ويدور الدهر بنا عبثا، ننتظر السلطان القادم من رحم الأنثى. سأحاول دوما أن أبحث عن هذا العالم فأناجيه، يا هذا العالم أدركني، لملم أشلائي، صب كؤوس الثورة في أعضائي، لكني أجهلك تماما رغما مني. سأحلق نحوك، سأطيح القاعدة العامة، ما تعرف خيرا مما تجهل، سأحاول، سأجرب. تضطرني أحيانا أن أعود إلى منطقة التأثير والتأثر حينما ألمح صلاح عبد الصبور في كتاباتك، حينما ألمح تأثير الكتاب المقدس، تأثير الفضاءات المختلفة. إلى أي مدى كان صلاح عبد الصبور مؤثر في محمود الديدموني، أمل دنقل، الفضاءات المختلفة؟ سيما أني صلاح عبد الصبور له المسرح الشعري وله الكتابات النقدية وله الكتابة الشعرية الإبداعية. لا يمكن أن تكون هناك تجربة إلا على تراث، سواء كان هذا التراث يعني يرتد إلى عصور بعيدة في الأدب، أو التراث الآني الذي صنعه شوقي وناجي وحافظ وصلاح عبد الصبور وعزيز أباظة. احنا نسينا عزيز أباظة. عزيز أباظة في المسرح، في المسرح، لأن لازم نفتكر طبعا اللي بنفتكر ونقوله. وهو من يعني وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. تمام. إذا لا يمكن أن تخرج تجربة إلا مرتبطة بتراث أرضها، حتى تعبر عن نفسها، وحتى تصل إلى غايتها. هي تعود بنا إلى عمق التربة لتنطلق متجهة إلى السماء. إلى السماء. نعم. فهذه تجربة أعتقد أننا أو أن الكاتب أو الشاعر أو يجب أن يبني على تراث الآخرين حتى يزداد التراكم المعرفي والتراكم الشعري والروائي وإلى آخره. فلا يمكن أن نعمل بالتوازي.
إذا ده صحيح. إذا كانت هناك حركات بالتوازي، إذا لن نصل إلى غايتنا. سعيد بك يا أستاذ محمود، والتقيك ان شاء الله في مؤتمرات اليوم الواحد، سواء في ديار بنجم او في المنيا او في اسيوط. المهم يكون في حاله حراك تتوافق مع المنجز الابداعي او المأمول من ادباء ومذيعين مصر. بشكرك يا استاذ محمود والقاك على خير ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، الزميله ريهام منيب تاتيكم بعد قليل فقره تاليه في هذه الحلقه، انتظرونا.